تخيل تبقى شاري شاليه في مراسي ثمنه 20 30 مليون جنيه وانت طالع، وتيجي داخل البحر معاك قرايبك او صحابك يقولوا لك لا يا فندم ما ينفعش، اسفين روح شاطئ المستاجرين، انت ومراتك بس اللي تدخل. تيجي تركن عربيتك تحت الشاليه بتاعك ما تعرفش من كتر الزحمه وتقعد تلف على ركن، وانت داخل من بوابات مراسي في السيزون ممكن تقعد على البوابات من نص ساعه لساعه عشان تعرف تدخل بس مراسي بسبب الزحمه والكيو ار كود. وده في مراسي اللي هو اجمد واغلى مشروع في الساحل. مش معنى كده ان مراسي وحشه، بالعكس مستوى النظافه والامن واللاندسكيب هناك مرعب ولا يقارن باي مكان في مصر، لكن الزحمه هناك مشكله كبيره لانك بتتكلم في 7000 وحده وكل وحده فيها من 4 ل 8 اشخاص، يعني بنتكلم من 28 ل 50,000 شخص. شواطئ ايه اللي هتسد على الاعداد؟ والشاليهات كمان نصهم بيتاجر في الصيف. طب بلاش هاسيندا اللي هي من اقوى المشاريع في الساحل، سواء هاسيندا باي او هاسيندا وايت، غير طبعا المشاريع اللي لسه بتتعمل سواء هاسيندا بلو او هاسيندا حنيش او ويس او ووترز. تعرف حضرتك مثلا ان هاسيندا ما فيهاش حمامات على البحر؟ انا اسف يعني لو معاك ابنك عنده 6 سنين وعايز يدخل الطول لازم تمشي بيه نص كيلو من البحر لغايه ما توصل لعربيتك وتاخده وتروح الشاليه بتاعك عشان يدخل الحمام. طب هو ده كلام؟ يعني لما بتروح تشتري شاليه بيقولوا لك الحاجات دي. موضوع الكثافه السكانيه للقريه والخدمات حاجه مهمه جدا. ما تفرحش بان مساحه القريه كبيره، ده ممكن يبقى عيب مش ميزه. شوف القريه فيها كام شاليه وشوف الشاطئ ممكن يستوعب كام فرد. شوف الاغلبيه شاليهات كبيره ولا شاليهات صغيره. المشاريع اللي بتبني عماير 4 و5 ادوار في الساحل ده مشكله، ويا سلام بقى لو العماير دي كلها شاليهات صغيره غرفه وغرفتين على 5 ادوار. طبعا كل شاليه معاه عربيه او عربيتين اللي هو الناس تكربس عربيتها فوق بعض، تكربس فوق بعض على البحر عادي مش مشكله. المهم نبيع. موضوع السلكشن ده مثلا حاجه مستفزه جدا، مع العلم ان في ناس كتير بتشتري بسببه، بس هو نوع من انواع التسويق مش اكتر. تيجي حضرتك مثلا تشتري يقول لك لا هنستعلم عنك الاول، شوف انت ساكن فين وولادك في مدارس ايه ونوادي ايه، وبعدين يا اما نوافق يا اما نوافق. انا مره كان بيشتري معايا عميل في مشروع فيه سلكشن، دكتور ومراته دكتوره وعايشين في كندا، اترفضوا بسبب ان البطاقه مكتوب فيها العنوان في مصر مكان مش عاجب الشركه. طب معلش يعني هم اصحاب الشاليهات اللي هيشتروا منكم لما ياجروا شاليهات هتستعلموا برضو على الناس اللي بيأجروا منهم، ولا هو كلام تسويق في الاول وخلاص؟ بص من الاخر كده، في اكتر من 25 مشروع بيبيعوا حاليا في الساحل الشمالي، عدد قليل منهم اللي يستاهل يدفع فيه فلوس، اللي فعلا لو استخدمته او استثمرت فيه استثمارك هيتضاعف. لو عايز تعرف ايه المشاريع دي وعايز تعرف عيوبها قبل مزاياها او عايز خلاصه من الاخر ابعت لي رقمك في رساله وانا هجاوبك.